السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعمل أحلى صينية بطاطس بالفراخ. البطاطس زي ما احنا شايفين اهي بنقطعها طرنشات كده حلقات، ما هياش تخينة ولا رفيعة. ونخلص البطاطس كلها ونبدأ نمسك الفراخ بتاعتنا. كده خلاص البطاطس قطعناها زي ما احنا شايفين بالحجم ده. وكمية البطاطس طبعا مش كمية معينة، لا، الكمية اللي تكفيك انتي في بيتك انتي وعيالك. والأكلة دي بتحتاج شوية بصل حلوين عشان هنتبل بيهم الفراخ والبطاطس. بنحط عليهم التوابل بتاعتنا اللي انتي بتحبيها. انا بحب احط ملح، فلفل اسود، جنزبيل، كزبرة ناشفة. بتدي طعم للفراخ حلو قوي وبتخليها ليها ريحة الفراخ المشوية. نقلب البصل ده كويس قوي بحيث يبقى كله شارب من التوابل. هناخد الفراخ نشطفها، هي متنضفة ومغسولة زي الفل. ونقعد بقى نتبل الفراخ بتاعتنا دي من كل ناحية بحيث يبقى التوابل فيها من كل ناحية، تديها طعم حلو وتعمل ريحة حلوة ساعة السوا. مش لازم تتبليها كده وتسيبيها شوية. انا بتبلها وبحطها على البطاطس على طول. ممكن لو الفراخ حجمها كبير شوية بتقطعيها كده عشان تحطي التتبيلة جوه الفتحات دي. وبنتبل الفرخة كويس زي ما احنا شايفين اهو. تقطعيها كده من ناحية العظمة والمفصلات عشان الفراخ تستوي كويس. كده اهو الفراخ كلها تقريبا اتبلت. نركنها ونجيب البطاطس بتاعتنا. ده عود القرفة هحطه في قلبيها. بجيب شوية بصل كمان ادعك بيهم البطاطس عشان يبقى البطاطس كمان واخدة من طعم البصل والتتبيلة اللي فيه ومتملحة. هي البطاطس مش كتير قوي بس هي الصينية الصغيرة هغيرها دلوقتي اهو. غيرنا الصينية. هنرص بقى الفراخ على الوش كده. وبقية التتبيلة بتاعتنا نحطها، ما بنرميش حاجة خالص. ممكن تقطعي قرن فلفل تحطيه على الوش. تجيبي طماطمايه مبشورة وتحطيها على الوش عشان تحمريها زي ما بتحبي. بس الطماطم هتديها طعم مختلف. جربيها بالطريقة دي بتبقى تحفة. وهي الفراخ بتاعتك هتحمر وكل حاجة. البصل هيخليها تحمر من على الوش والتوابل هيخليها تحمر من على الوش. ولو شغلت لها الشواية هتحمر. بقية التتبيلة بحطها على البطاطس وعلى وش الفراخ عشان تديها لون حلو. وفي الاخر خالص بقى انا لو لاحظتوا ما حطيتش اي دهون ولا سمنة ولا زيت. بحط معلقة ليا، او ما عندكيش ليا ممكن تحطي سمنة عادي. معلقة صغيرة خالص زي ما احنا شايفين اهي. ونوزعها كده من كل ناحية. تبقى الأكلة كده خفيفة لأن لسه الفراخ بتنزل الدهون اللي فيها على البطاطس. بنحط الصينية دي في الفرن أو ممكن تحطيها على البوتاجاز من فوق شوية الأول لغاية ما تبدأ تغلي وبعدين تحطيها في الفرن. هنا بعمل جنبها شوية رز أبيض أو حابة تعمليه رز بالشعرية زي ما تحبي. طبعا الرز كلنا عارفين بنعمله ازاي. نسيح السمنة ونحط عليها الرز. بقلبه انا كده في السمنة شوية وبعدين ازوده مية وملح
ولما يغلي بوطي عليه زي ما احنا شايفين اهو. بتقلبي شوية وتحطي المية. مهم. ادي المية بتاعتنا. نجيب الملح، لسه هنحط مية كمان. الرز ده انا في العادي بنقعه شوية قبل ما اسويه، يعني 10 دقايق ربع ساعة بالكتير. ده بيخليكي ما تحتاجيش مية كتير في التسوية، ويخليه يستوي معاكي اسرع. اهو هنقفل عليه ونسيبه لما يستوي. لما تغلي المية وتنقص توطي عليه. هنا خلاص الفراخ طلعت، شايفين لونها ازاي، والبطاطس كانوا تحفة. الرز بتاعنا اهو، وبألف هنا وشفا.